أهلا وسهلا البنات، وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة يا رب. جيتكم اليوم بتحضيرات رمضان، والله طريقتي في تخزين الليمون. كنتوا بزاف طلبتوا مني نفس الفيديوهات اللي حطيتهم في الفيسبوك والانستغرام نحطهم لكم من لهنا، وما عليكم غير تطلبوا مني وانا نلبي. هاي نقولوا بسم الله ونبدأ بطريقة التحضير. لهنا كانت عندي كمية كبيرة تاع ليمون. قبل ما نبدأ نخدمها كامل لازم نغسل الليمون تاعي مليح مليح، لأنه شوفوا لو كان تتولهوا يا اخي حبة الليمون يجي فيها هذاك الدق الكحل هذاك وحده نقطها، لازم تغسلوها مليح مليح وتغسلوها بالشريط، مكلا تغسلوها هكذاك خفيف ظريف. ها شفتوها؟ اغسلوها بالشريط دوك تتنحى تولي حبة القارص هذيك تولي تشعل شعيل. اغسلوا القارص تاعكم مليح مليح، تحبوا ديروا خل تحبوا نتوما احرار، المهم بالشريط برك بشوية ما وشريط وانتوما غاسلينه. كي تغسلوه هكذا بالشريط عاودوا عقبوا له تشليله اخرى بالماء، لانه من بعد هذا القشور تاع القارص رانا نحتاجو. شوفوا لهنا انني غلط غلطه نورمالمون قبل ما نقسم حبه القارص على زوج نروح طول نحي مبشور الليمون نحي القشور. لهنا انا كنت مخي ما كانش في راسي، لاتيا نقسم ونحط وناسيه مره واش راني ندير. من بعد وليت فطنت روحي وجبت الخبر واش راني ندير. شوفوا قبل نتوما لهنا قبل ما تقسموا حبة القارص تاعكم جيبوا لاراب وجيبوا طبسي وابرشوا القشور تاع القارص تاعكم. يا اخي لهنا ما ديروش نتوما كيفي، هاني وصيتكم. شوفوا ان هذا المبشور ما يخطينيش جامي جامي يفرغ لي كونجيلاتور منه، نستعمله في كلش، في الحلويات وكل سورتو بريوش يجي بيه واحد البريوش يسخف توجور. انا هذا المبشور ما يخطينيش نهائيا، ديروه وردوا لي بالخبر. شوفوا حبة الليمون تاعكم ابرشوها مليح وراكم كامل تعرفوا تبرشوا باللي ما نقيسوش القشرة البيضاء. يا اخي هذا امر مفروغ منه. من بعد ما نبرش الليمون تاعي نجي ندير له السكر. شوفوا كمية السكر ماهيش مضبوطة، ديروا عينكم ميزانكم، المهم ما تكثروش، فهمتوا؟ ماشي تعود كيما نقولوا يعود السكر غالب، لا حاجة خفيفة برك. شوفوا ماكسيموم واحد 6 مغارف كبار تديلكم ماكسيموم، من فوق 6 ما تزيدوش. وحركوا القشور مع السكر، باسكو من بعد يولي هذاك السكر يذوب، يزيد يولي القشور يزيدوا يطلقوا الزيت، وهذاك الزيت يذوب بالسكر ويولي لكم مركز تاع المبشور. فهمتوني يا اخي؟ حركوهم هكذا مليح مليح، حاولوا تحركوهم وتدخلوا هذاك السكر في القشور مليح مليح، به من بعدها يوليو يذوبوا والمبشور يطلق الزيت تاعو. ان شاء الله تكونوا فهمتوني، راني نسيي نفهمكم على قد ما نقدر. هذه الحركه ديروها كشغل راكم تمعسوا في السكر، كشغل راكم تمعسوا فيه. نتفه ما خليها تطير لي تالمون موت عليه صح. هكذا، ومن بعد رصوه في بعضه هكذا كيما راني ندير، رصوه في بعضه هكذا مليح مليح، حطوه على جنب وخليوه. قيس ما نكمل نعصر القارص تاعي كامل نلقى السكر ذاب مرة، وهذاك المبشور يطلق الزيت تاعو مرة. من بعد راكم تشوفوا كيفاه. لهنا شوفوا البنات نعطيكم هاد لاستيوس، كي تقسموا القارص حاولوا تبيكيوه هكذا بالموس، لانه من بعد يولي يطلق لكم الماء اكثر واكثر. من بعد نخلي المبشور تاعي يريح ويذوب السكر في غرضه، ونجي نعصر القارص تاعي في غرضي. شوفوا هذا العصارة اذا لقيتوها غير ما تراطيوهاش، والله غير تنحي عليكم شدة خير من هذيك العصارة اليدوية تاع بكري اللي ظالي تعوجي في يدك تعود يدك تسطر. هذا العصارة والله غير هايلة اللي تتلاقى بها، راني نقول لك غير اشريها. نجي نعصر القارص تاعي عادي جدا. شوفوا ما تخلي لكم والو. شوفوا نعطيكم ثاني استيوس واحده اخرى. شفتوا كي تعصروا القارص يا اخي يقعدوا لكم هذوك القشور ما طيشوهمش، فهمتوا؟ ديروهم في شكاره هكذا تاع كونجيلاسيون، ديروها في الكونجيل، واللي عندها الماشينه لافي تاعها تريح ولا فيها ريحه مش مليحه تلوحهم فيها. كي تلوحي مثلا هكا تلوحي تغسلي القش في الماشينه، لوحي معها 2 قشور تاع قارص، تولي لك هذيك الماشينه تتنحى منها الريحه مره. نوليو للفيديو تاعنا. القارص تاعي بعد ما عصرته نصفيه، انا نحبه مصفي، اي يجي ما نحبش فيه هذيك لابيب هذيك، واللي تحب تخليه باللابيب هذيك تخليه لا راح. بعد ما صفيته ما درت له لا سكر لا والو، كيما راه نخبيه نديرو في ديغوبلي هكذا ونلوحو في المجمد. اللي تحب ديرو في قرع دير، اللي تحب دير في لي غوبلي دير، اللي تحب دير في هذوك لي كلاصون دير،
شوفوا لهنا التخزين أنتم أحرار، أنا نحب نخبيه هكذا، ما نحبش نديروه مركز لأنه إحنا ما نشربوهش بزاف. سما واش نديروه يا إما موخيطو في رمضان، نحبوا نديروه موخيطو ولا نحب نديرو شربات، هذا ما كان. سما اللي تحب ديرو مركز ولا تدبر راسها، أنا راني ما نديروش مركز، توجور هذه هي طريقتي في التخزين. باهي كي نحب نديرو في لي تارتولات ولا نلقاه عادي، سما نخدمو عادي ماشي كيما المركز ما تقديش تخدمي به. شوفوا لهنا بعد ما عصرت القارص، شوفوا كيف ولا هذاك المبشور، شفتوا علاه قلت لكم خليوه يقعد يريح. شوفوا على قد ما يريح على قد ما يطلق الزيت اكثر، وعلى قد ما تمعسوه هكذا على قد ما يزيد يطلق الزيت اكثر واكثر. من بعد نجيب بلارة وندير فيها هذاك المبشور. البلارة ما تكون معقمة، ما هي شرط تكون معقمة، أما اللي تخاف تحب تعقم على روحها، ديرها تغلي في الماء وتخليها تنشف وحدها، أنت حرة. أنا دايما نديرو بلا تعقيم، يعني به ما نقولكم لا نعقم لا والو، بكل صراحة ما نكذب عليكم لا والو، توجور نديرو في بلارة هكذا ديريكتومون للمجمد، والله غير يقعد لي بالعوام ما يصرالو والو، ويقعد طري حتى يتكونجلا ما يبسش بزاف، يقعد طري. وشوفوا البنات كي تلوحوه في البلارة هكذا ورصوه في بعضه كيما راني ندير، وكل ما ترصوه راه يزيد يطلق الزيت كثر وكثر، اون ديريت كل درتولو جي وهو ما فيه حتى حاجة. ها شفتوا كيف راه. وهكذا يكون الفيديو تاعنا خلاص وتحضيراتنا خلاص، ونتمنى تجربوهم ونكون فتكم ولو بالقليل. إلى اللقاء.